السلام عليكم ومرحبا بكم. صحة عيدكم البنات، كل عام وانتم بخير، تعيدوا بالصحة والهنا ان شاء الله. لعقوبة العام الجاي ان شاء الله يكون خير من هذا العام. كما راكم تشوفوا البنات، انا اليوم جيتكم بوصفه تاع اللحم يطيب غير بالماء، يطيب زبده، يعني ما كاينش حد تكثري له بزاف الماء وراح طيبيه غير بشويه مع واحد المطلوع الله يبارك عليه. انا اليوم حطيت لكم غير الوصفه تاع اللحم، المره الجايه ان شاء الله راح نحط لكم الوصفه تاع المطلوع باش هكا ما نطولش عليكم الفيديو. صدقوني اللحم جا بزاف بنين. نروحوا نشوفوا مباشره مراحل التقديم. انا هنا راني ناكل، راني قريب نكمل اللحم وهما مازال ما فطروش، معليش. راح نشوفوا مراحل تاع اللحم تاعنا كيفاش، والمره الجايه نشوفوا ان شاء الله الطبق تاعنا ان شاء الله. هذه الخطره رانا شفنا الطبق، الخطره الجايه نشوفوا ان شاء الله المطلوع تاعنا كيفاش نخدموه. عندي هنايا زوج هبرات تاع اللحم. بالنسبه للحم انايا اخترت من الكتف، قسمت الكتف زوج هبرات شابين الله عليهم، ودرتهم في مرميطه، حطيتهم فوق النار. ما درت في هذاك اللحم والو، يعني حطيت اللحم وحده. البنات الى عجبتكم وصفتنا تاع نهار اليوم ما تنساوش لي جام فضلا وليس امرا، وبارطاجيو الوصفه هكا باش تعم الفائده، باش الناس كامل تتفرج للفيديو، وان شاء الله يعجبكم تعجبكم الوصفه تاع اليوم. صدقوني جربوها ما راكمش راح تندموا عليها. كما راكم تشوفوا البنات، انا حطيت النار في الاول شويه، هنا نقلبوا كل ثواني هكا، نقلب هذاك اللحم تاعي باش ما يحرقليش. بالنسبه لي زيبيس، عندي واحد لي زيبيس اللي ضفته لهذا اللحم، اللي هو عندي هنايا راس الحانوت، عندي فلفل الكحل، عندي كركم، عندي شويه كميه قليله من الزعفران مع الملح، مع هذاك ليبيس اللي ضفته لهنا للمكون هذا تاع شاورما للحم تاعي. عفوا، حكمت 2 سنينات ولا 3 سنينات تاعتهم، قسمتهم على 2. حكمت الحبه تاعي تاع البصل، قسمتها يعني عشوائي، تقصيها على 4 ولا كيما راكم تشوفوا انا درتها هكا. انا فضلت نقطعها هكا، علاش؟ باش تجيني لاصوص تاعها شويه خاثره، يعني هذيك لاصوص انا ما نرميهاش، ناكلها. كما راكم تشوفوا هنا البنات، انايا زدت معاهم 3 وريقات تاع الرند، حطيتهم فوق هذاك اللحم تاعي كما راكم تشوفوا. وسيت كيفاش هذوك لي زيبيس وانا نطيب، يعني انا نقلب في اللحم، نسي كيفاش نمسح هذوك لي زيبيس كامل مع اللحم تاعي. هنا ضفت حوالي 3 مغارف حتى 4 مغارف تاع مرق تاع اللحم. كنت انا ديجا خدمت هذه الوصفه من قبل، خليت المرق تاعها ما رميتوش. يعني المرق تاع اللحم انا دائما نستعمله في عده وصفات، نستعمله باغ اكزومبل كي نكون راح ندير متوم، ولا كي نكون راح ندير حريره ولا شوربه. يعني هذيك لاصوص تاعو كاين ديفوات بزاف ما نيغوسيهاش، نخبيها في دي بواط هكا ولا دي ساشي، ولا ونحطها في كونجيلاتور. كي نكون حابه نطيب حريره ولا نجبد هذيك لاصوص ونطيب بها، يعني نمرق بها. كما راكم تشوفوا هنا البنات، انا اشاك فوا نقلب هذاك اللحم تاعي حتى يعطيني هذاك الاحمرار تماما. كي يعطيني هذاك الاحمرار نحط عليه البصل. يعني هنايا نبدا نمرق اللحم تاعي بحوالي كاس تاع الماء. للاسف هنا تحذف لي الفيديو، يعني ما بانش. انا هنا مرقته كاس تاع الماء، نقصته على النار وخليته على نار قليله بزاف وخليته يطيب. يعني كنت كل خطره نقلب اللحم ديالي بهذه الطريقه، ونقصوا له النار كما راني نقول لكم، نقصوا له النار على نار قليله هكا البنات. بعد نشوفوه بعد ما طابلنا اللحم تاعنا وكامل. صدقوني هذه الطريقه كما راكم تشوفوا فيها ما شاء الله عليها، يعني سهله بسيطه. راح شويه صح تدي لك وقت، مي لوغو تاع اللحم تاعك راح يكون مختلف نوعا ما على لوغو تاع اللحم محمر في الفور عفوا، ولا في الكوشه. هذه هي النتيجه النهائيه تاع اللحم تاعنا. نتلاقاو ان شاء الله مع وصفات اخرى ان شاء الله، مع وصفات من مطبخي. خلونا تعليقاتكم الزينه ان شاء الله من تحت، راني نقرا كامل تعليقاتكم، ونقرا كامل يعني السلبي والايجابي. صدقوني احنا رانا نديروا المستحيل باش نوصل لكم المعلومات. انا هنا اللحم ديالي قليت معاه كونتيتي صغيره. هاولي كان هنا الطبق تاعي بعد ما طاب لي، درت معاه كميه تاع لاصوص كما راكم تشوفوا البنات. لاصوص تاعو انا ما رميتهاش، واللحم تاعي طاب زبده، راه عندي مازال سخون، سي بوغ سا ما قدرتش نتوشيه بيدي. راني راح يعني نفرمو برك بالفرشيطه، ولا نقص منه دي مورسو هكا بالفرشيطه.
يعني الطبق راه يهدر على نفسه كما راكم تشوفوا البنات. هاوليك الطبق تاعي انا زدت له اضافه خفيفه تاع لي فريت. تحبوا ديروه بوحدو، تحبوا ديروه بلي فريت، يعني كل وحده وديروا معاه سلطه روز ولا يعني سلطه ورق خفيفه هكا. كل وحده واش عندها في البيت، تشكشوكه بصل وطماطيش، يعني كل وحده واش متوفر عندها في البيت وعلى حساب افراد العائله. هنا اللي تحب تضاعف الكميه ضاعفها، انا وليت لكم برك دو مورسو وانتم تحبوا تضاعفوا الكميه ضاعفوها. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى باذن الله تعالى مع وصفات من مطبخي. ما تنساوناش بلي كومونتير شابين زينين من يديكم الحلوين. كما قلت لكم البنات، ربي يديم هناكم ان شاء الله ويفرج علينا وعليكم ان شاء الله. هذا الفيديو يوصل بلجام ويوصل بالمشاهده ان شاء الله بفضلكم كامل وبفضل الله افونتو. كما نقولوا دائما ربي سبحانه هو اللي يسخر لك الناس اللي يحبوك والناس اللي يتفاعلوا معك. نقول لكم شكرا بزاف لكم لدعمي للقناه، بارك الله فيكم. ان شاء الله ربي يلاقينا في ساعه هانيه ان شاء الله مع وصفات من مطبخي. ان شاء الله نتلاقاو في وصفات جديده. تحبوا يعني ندير لكم وصفات على اللحم ما كاش مشكل. الى الملتقى، سلام.